بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو النهاردة هيكون عن ازاي ناخد باك اب بطريقة حلوة وسهلة وبسيطة ومجانية تماما من الشغل بتاعنا. كتير بيعمل الشغل بتاعه ولا قدر الله ويندوز بيسقط او يتمسح او لا قدر الله اي حاجة تحصل، فالشغل بتاعه بيضيع او الى حد ما، او لو جه لا قدر الله فيروس اللي هو الفدية، فلا قدر الله شغل بتشفر او بيحصل فيه اي مشاكل. فبنأمن نفسنا من الحتة ديت من ناحية ان احنا نعمل باك اب بشكل تلقائي وبشكل اوتوماتيك. كنا في الاول ان احنا ناخد الشغل بتاعنا نحطه على فلاشة، والطريقة دي لحد الان كويسة، وممكن نعمل شغل ان احنا نعمله باك اب في فولدر تاني او بارتيشن تاني. طيب، برضو مهما كان ممكن الباك اب دوت يضيع، ممكن الهارد يتحرق، ممكن الفلاشة يحصل فيها اي حاجة لا قدر الله. في فيديو النهاردة هنشوف ازاي نعمل باك اب على درايف بشكل اوتوماتيك وبشكل سريع جدا. وليكن عندنا بارتيشن الجي اللي هو دوت، تمام، في 3 ستورج اريا. مش عايزين نطول عشان الباك اب ما ياخدش وقت. تمام. مبدئيا هننزل جوجل درايف، تمام، اللي هو ده جوجل درايف معروف بتاع جوجل، وهنربطه بايميل جوجل بتاعنا او بتاع الشغل، ايا كان الايميل اللي هنشتغل عليه. تمام. دي اسهل طريقة انا لقيتها وهتسهل معانا هتحفظ الشغل بتاعنا خطوة بخطوة. تمام. فتحنا جوجل درايف وربطناه بايميل تحت اهو. حددنا ايا كان الايميل، هنربط بيقبل 4 ايميلات في وقت واحد. تمام. هنخش على فولدر اليوزر روت اللي احنا هنعمل له باك اب، هو في هنا هيبقى في الجي. هنخش. تمام. هنخش على الجي، هو اليوزر روت اهو. تمام. هنقول له كليك يمين sync up or a backup this folder، ونختار الايميل اللي احنا هنعمل عليه باك اب. وليكن هنعمل باك اب في اول ايميل اللي هو، وليكن هنعمل باك اب في الايميل في اللي هو الايميل التالت ده. هنقول له اوكي. تمام. فتح معانا الجوجل درايف تحت، وبيقول لك بيأكد عليك ان انت هتعمل سينك للفولدر ده. قول له done، وهيبدأ تحت يعمل باك اب. تمام. نقول له سيف هنا. اول ما نعمل له سيف هيبدأ ان هو يجهز الملفات اللي موجودة ويعمل لها باك اب. تمام. يبدأ يعمل ابلود ابلود ابلود، والابلود ده بشكل اوتوماتيك طول ما في اتصال بالانترنت. تمام. لو دخلت جوه هتلاقي بالفعل اي حاجة معمول عليها صح دي تعمل لها باك اب. تمام. واي حاجة عليها علامة السهمين ديت فهو لسه بيعمل باك اب ليها. تمام. لحد ما كل حاجة تبقى تمام. طيب، انا عملت باك اب دلوقتي وعايز اتأكد هل لو انا عملت ستورج اريا جديدة هتطبق معايا الاعدادات دي ولا لا، ولا هيحصل فيها ايه. نعمل ستورج اريا مثلا نسميها جوجل درايف. تمام. نقول له اوكي. طبعا احنا عرفنا ازاي في الفيديو اللي فات، شفنا فيديو من الفيديوهات اللي فاتت ازاي نحول الكتابة في الجربر من انجليزي لعربي لو احنا عايزين نكتب بانجليزي لعربي. نخش على جوجل. تمام. دي الحاجات بتاعتنا، الجداول الأساسية بتاعتنا. لو دخلنا على فولدر اليوزر روت ودخلنا على فولدر ستورج هنلاقي فولدر جوجل درايف بيتعمل له باك اب حاليا. تمام. ولو دخلنا على جوجل درايف هنا هنلاقي ان في فولدر بالفعل بدأ انشاؤه. طيب، واحنا ليه نتعب نفسنا؟ ما نخش على طول على الفولدر اونلاين. دوس هنا open جوجل درايف ان براوزر. تمام. تعمل له open ونخش على اجهزة الكمبيوتر، ماي كمبيوتر، يوزر روت. هنلاقي في جوه storage الفولدرات بتاعتنا وحاجتنا نقدر نوصل ليها من اي مكان. ودي طريقة جميلة جدا ان احنا ناخد الداتا بتاعتنا معانا في اي مكان، ومش شرط نكون ماسكينها في فلاشة او كده. طول ما انت معاك نت ومعاك موبايلك او جهاز الكمبيوتر او التابلت بتاعك تقدر تنقل بشغلك في اي حتة وفي اي مكان.
جدير بالذكر ان هو جوجل درايف بيديك 15 جيجا. انا عارف ان الداتا بتاعتنا كباترونات او كده هي خفيفة، ولكن الساعة المجانية هي 15 جيجا. لو عايزين ساعة اضافية ندوس على الحصول على المزيد من الساعة التخزينية، لان مش شرط ان انا استخدم الايميل بتاعي ده، او ممكن اعمل ايميل للداتا بتاعت الكيربر بس، وممكن اعمل ايميل خاص بيا استخدمه في الصور وفي الحاجة دي. ففي خطط من جوجل 200 جيجا ب 23 جنيه شهريا، وفي في جزء اللي هو 1000 جيجا. يعني هي دي شوية عروض. 100 جيجا ب 14 جنيه و 15 جنيه في الشهر، ده خصم. تمام. وفي السنوي ب 500 جنيه. فأنا شايف إن هي أسعارها كويسة مقابل الداتا اللي ممكن تستخدمها يعني. ف 15 جنيه ده مبلغ عبيط يعني، مش موضوع. بس احنا الخطة المجانية كافية لينا بشكل نهائي يعني. بس ده كان كده فيديو النهاردة. الداتا كلها اتعمل لها سينك اهي. وليكن انا هعمل وليكن اي حاجة، هضيف صورة مثلا، وليكن اضيف صورة بتاعتنا. طيب اي صورة. طبعا عارفين في جيربر 17 هو داعم لاكتر من صيغة: جي بي جي، تي اي اف، بي ان جي، بي دي اف، اي اي. احنا عايزين جي بي جي، مش عايزين اكتر من كده، ونضيف الصورة دي. تمام. الصورة معانا اهي، هيتعمل لها سينك بشكل اوتوماتيك اهي. لوجو جي بي جي جي تي. تمام. وبيتعمل لها ابلود، واول لما يتعمل لها ابلود هتلاقيها سمعت بشكل اوتوماتيك في فولدر جوجل درايف. احنا حطينا في جوجل درايف اهو. الايمج هتلاقيها موجودة. هتلاقيها موجودة في الفولدر بتاعها اللي هو ايمج، اللي موجود هنا اهو. تمام. لو حبينا نفتحها طبعا مش هنعرف نفتحها، لان اي حاجة بتتضاف جوه ملف اليوزر روت زي ما تقول بتتشفر بصيغة ما يقراهاش الا الجربر. فهو بالفعل الصورة اترفعت، والداتا بتاعتنا كستورج اريا موجودة، ونقدر لو ربطنا الايميل بتاعنا على اكتر من جهاز نقدر نوصل للداتا دي على اكتر من جهاز. ما عنديش خلفية بصراحة نقدر نربط كام جهاز بالإيميل، بس إلى حد علمي ممكن تربط لحد 15 جهاز بنفس اليوزر روت. تمام. الداتا دي بتبقى أبلود، بس لو أنت محتاجها بتعمل لها داونلود من هنا. تمام. تنزيل. بيقول لك يهم الآن ضغط ملف واحد، وبعد ما بيجهز الملفات بيتم ضغطها وبينزلها لك بصيغة زد اي بي. انت حضرتك تستخرجها وتحطها في البارتيشن اللي يعجبك، و وبعد كده تبدأ شغل على طول، تعمل ريفرش ستورج اريا، وبيفتح معاك على طول الشغل على طول من غير اي مشاكل. ده كان كده فيديو سريع ازاي ناخد باك اب للشغل بتاعنا، ونحمي نفسنا من حتة ان الشغل بتاعنا يضيع، او الداتا بتاعتنا تتشفر، او لا قدر الله يجي يدخل لنا فيروس، او الويندوز يقع، او الداتا بتاعتنا تحصل في اي حاجة تانية، الهارد يحصل فيه باد سيكتور. فبنأمن نفسنا من أكتر من طريقة، عشان الوقاية خير من العلاج بمعنى أصح. بس ده كان كده فيديو النهاردة. أشوفكم على خير. السلام عليكم.